السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة فضاء الكروشيه المغربي. نحييكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، كنتمنى يعجبكم. قبل ما ندوز في الفيديو نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. المهم مشيت ناخد الصوفة ولقيت كاين هاد النوع جديد اللي فيه لوينات كما كتشوفوا هانتوما، اللي هو الخيط ديالو واقف هانتوما وفيه بريو. المهم فيه شكيلات ولوينات، فيه 3 الالوان، فيه هذا وفيه الكري وفيه الازرق. المهم كما كتشوفوا هو الخيط، اما قلت لكم الخيط ديالو واقف وفيه البريو وكاين هذا. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو. هانتوما كما كتشوفوا حتى هو فيه الوينات. المهم كما قلت لكم خرجت باش ناخذ الخيط ولقيت هاد النويعات وقلت نسجلهم معاكم تشوفوا الجديد. هانتوما الشكل ديالو كيفاش داير، شفتوا؟ المهم الا عجبكم الفيديو ما تنسوا البصمات ديالكم قبل التعليق، واللي يشوف قناتي اول مره يدخل يشارك فيها. المهم هانتوما تشوفوا الخيط كيفاش داير بالنسبه للناس اللي كيسولوا على انواع الخيط. المهم هذا الشيء اللي لقيت قدامي سجلته. اما الصوفه هانتوما كاين هاد الشكل فيه الوينات. نقرب لكم الصوفه مزيان تشوفوها اللي فيها الوان. هانتوما عندنا هذا اللون كما كتشوفوا. هانتوما على واحد ونوع ممتاز يعني. هانتوما اللي فيها الوينات. المهم اللي كنتمناو يعجبكم الفيديو ديال اليوم ويعجبكم النوع ديال الصوفه حتى هو. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوا البصمات ديالكم، واللي يشوف قناه فضاء الكروشيه المغربي لاول مره يدخل يشارك فيها ويحط البصمه ديالو. وجزاكم الله خيرا ومرحبا بالجميع، وتحيه للناس اللي دخلوا عندي جداد، وتحيه للناس القدام اللي معايا مشتركين في قناتي كلكم على راسي. المهم هو النوع الثاني كما كتشوفوا. هادو هما النوعات اللي كاينين جدد، وصراحه كيجيو في الخدمه زوين، لا بالنسبه للتريكو ولا بالنسبه لخدمه القطبان ولا الخدمه ديال الكروشي. كتجي الخدمه رائعه ورطبه وكتجي مزيانه. ومرحبا بالجميع في قناه فضاء الكروشيه المغربي، قناه متواضعه اللي كنرحب بالجميع. وكما كنقول دائما اللي شاف قناتي يدخل يشارك فيها، يطلق مع قناتي يعني اول مره يدخل يشارك فيها، مرحبا بكم وخلوا لي التعاليق ديالكم. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. هذا النوع الثالث بالنسبه لهذا النوع ديال الصوفه كما كتشوفوا هو ازرق. ومرحبا بالجميع وقولوا لي شنو بغيتوا مازال تعرفوا، اشنو كاين ولا ما كاين، كتبوا لي في التعاليق نجاوبكم عليه. ونسول اش كاين الحاجه اللي تبغوها يعني في الاسئله ديالكم. هو النوع الرابع. نبقى نكتشف كل مره لون. هنا عندنا 4 الالوان. هي صفه ممتازه في الصراحه. وقناتي اما قلت لكم هي قناه فضاء الكروشي المغربي، ولكن هاد الايام ما بقيتش حطيت الكروشي حيت كنت حكيت لكم على المشكل اللي عندي الام في اليد، يعني ما يمكنش نكلف على يدي الالم اللي فيها. قلت نحط لكم تستافدوا.
وتعرفوا شنو كاين عندنا وشنو اللي ما كاينش. ولا بغيتو تسولوا على شي حاجه مرحبا بكم، مرحبا بالاسئله ديالكم، ومرحبا بالمشتركين لا القدماء ولا الجدد في قناتي، والمتابعين ديالي اللي ما كيتخلاوش عليا في اي جديد الصراحه، تحيه ليهم. ومرحبا بالجميع كلكم على راسي وعلى عينيا. مهم الجديد اللي كاين هو هذا اللي حطيت لكم الان. ملي يكون جديد باذن الله تعالى غنحط لكم مهم اي حاجه كانت نحطها لكم تشوفوها. ومرحبا بكم ومرحبا بالاسئله ديالكم، وتحيه للجميع. هنا كاين واحد النوع اللي فيه نوع ديال الصنفات هي تركيه. هذا النوع اللي فيه ثلاثه الالوان، كاين هذا وكاين جوج اخرين. بالنسبه لي حطيت واحد في فيديو قصير، دخلتوا للقناه في فيديو قصير غتلقاوه. كاينين ثلاثه الالوان فيها، كاين هذا وكاين واحد حطيته كما قلت لكم، وكاين واحد ثالث. شوفوا سبحان الله العظيم كيفاش دايره، حتى هي تركيه. وهاد الشيء اللي شفتوا في هذا الفيديو كله تركي. المهم اللي كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ولا يعجبكم ما تنساو البصمات ديالكم قبل التعليق. واللي كيشوف قناتي اول مره يدخل يشارك فيها، مرحبا بالجميع. كاين هاد النوع حتى هو اللي ملون كما تشوفوا، فيه تقريبا ثلاثه الالوان، هي كبه واحده فيها ثلاثه اللوينات كما كتشوفوا. كاين الاخضر بارد، وكاين الاصفر، وكاين الابيض. المهم اللي كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ولا يعجبكم ما تنساو البصمات ديالكم قبل التعليق. شفتوا الشكل ديالها زوين، وبالنسبه للخدمه بالنسبه للقضبان ولا بالنسبه للكروشي كيجي هكا اللون ملون زوين. وهنايا كاين واحد النوع ديال الخيط، هانتوما هنايا كاين العقيق، كاين المرام، وانواع العقيق كما كتشوفوا راه فيه شكيلات ولوينات. هانتوما العقيق اللي فيه اشكال والوان حتى هو. والمهم اللي كنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا يعجبكم الفيديو ما تنساو البصمات ديالكم. يشوفني اول مره يدخل يشارك في القناه، مرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.